هاي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الجمعه، الصلاه اهي سامعين. جبت تسويقه الاسبوع اهي، تسويقه الاسبوع كلها، وهقول لكم على الاسعار وكل حاجه. بس قبل اي حاجه عايزاكم تحطوا اللايك ماشي، وشيروا الفيديو لاصحابكم يعني لو استفدتوا. عايزه بقى اقول لكم، انا بنزل اليوم واحد بس في الاسبوع، والاسبوع يعني السوق عندي شغال طول الاسبوع، بس انا بنزل يوم واحد بس، يعني الم الدنيا والم الحاجه كده زي ما انتم شايفين، بحيث ان انا يعني اجهز الخضار واطلع واطبخ ايه، ببقى انا عارفه هطبخ ايه النهارده، هطبخ ايه بكره وكده، بدل الحيره بتاعت هناكل ايه ومش هناكل ايه. فانا بنزل الم من كل حاجه مثلا كيلو 2 كيلو وكده ومشي اموري. طيب انا جبت ايه بقى الاسبوع ده؟ انا بقول لكم يعني بروب تستفادوا، مثلا تعملوا زي تستفادوا، هتوفروا في المصروف. الحاجات دي كلها شايفين كده، وكمان جبت اللي هي الراس بتاعت المقشه دي. كل ده كده ب 240 جنيه ماشي، والله ب 240 يعني، وفطار كمان، في فطار وفي عيش، بس احنا كان المهم انا جايبه الحاجات دي. يعني مثلا ايه، جايبه ده اللي هو ده بتنجان اهو، ده الكيلو ب 10 ماشي، وده الفلفل الكيلو ب 15 اهو. تمام، جايبه كده دول للمحشي. الشنطه دي كده مثلا تقريبا ب 30 جنيه حاجه زي كده. البتنجان 2 كيلو ماشي. طيب وده ده خيار نص كيلو ب5 جنيه. و اللهم صل على النبي، دي الفاصوليا دول الحبه دول ب10 جنيه، في حدود كيلو الا ربع مثلا او نص كيلو. طيب وكيلو القوطه انا لقيته الصراحه في معظم السوق ب 12 وفي ب 8 برضه، بس انا ده جبته ب 10، يعني هو ايه اللي ينفع للسلطه وينفع اضربها للمحشي اهي. بصوا حلوه، جبت بقى منها 2 كيلو اهي. طيب الكوسه دي بكام؟ الحبه دول ب 10 جنيه، نص كيلو ب 10، او بقى مش عارفه تقريبا ب 8 حاجه زي كده، عشان انا جايباهم شروه. طب وكيس السكر ده اهو، النوع بتاعه اهو، الكيس ده ب 25 جنيه اهو. السكر ده الكيس ب 25 جنيه، النوع هو لو حابين تجيبوا زيه ماشي. جايبه كيس. ودي الصابونه دي اهي، دي صابونه بحطها في الحمام للوش والايد وكده، دي جميله جدا، النوع ده تحفه ب 10 جنيه الصابونه دي. جربوا النوع ده مش هتندموا، هتدعوا لي. دي مش بتعجن ولا الكلام ده، انا مجرباها بقالي فتره يعني. وشويه الملوخيه دول ب 8 جنيه اهو، دول كيلو الا حاجات بسيطه ماشي. ودي جبت المكرونه سباكيتي، ده الكيلو تقريبا ب20، وكيس ملح. تمام. وجبت ده بقى بصل، البصل ب25 جنيه، والبتنجال ده الكيلو ب5، والبطاطس ب18 جنيه اهي، ب18. تمام. طيب كده بقى دي خضرة المحشي الواحدة بجنيه، الخضرة بتاعت المحشي الواحدة. وفي ناس بتبيع التلاتة ب5، يعني وعلى حسب بقى السوق، بيبقى برضو فيه حاجات غالية وحاجات رخيصة، بس الواحد يعني يدور. اهي دي الواحدة بجنيه، وفي ناس بتبيع نفس دي بالظبط التلاتة ب5. تمام كده. جبت برضو ربع كيلو، ربع ده برضو للمحشي اهو، ربع كيلو ب20 جنيه. ورق عنب، ربع كيلو ورق عنب ب20 جنيه. تمام كده. حاجات حلوه والله وجميله، وانا نازله السوق بدري جدا عشان تبقى الحاجه صبحه. تمام. وجبت لقيت بصل اخضر، جبت ب5 جنيه، الربطه دي ب5. والسبانخ دي تقريبا ب12، كل ربع، كل ربع ب12 او ب15 تقريبا اهي. كل ربع سبانخ ب15 جنيه. تمام. طيب كده ناقص ايه؟ كده مفيش حاجه تاني. طيب كده دي تسويقه الاسبوع. ده كده يعني، ده بقى مثلا اكله يوم اعمل ملوخيه، يوم ده بقى ب 240 جنيه. بالنسبه بقى للباقي اللي هو مثلا اللحوم، الفراخ مثلا، عايزه وراك، عايزه كبده وقوانص او حاجات من دي، فيعني هي على يعني ايه مثلا
يعني انا بقسم دول ب 240 جنيه، انا بقسم بقى باقي مصروف الاسبوع على الفطار والعيش، وعشان بجيب العيش من عيش بطاقه والصابون والاريال والكلام ده. بقسم يعني، انا بعمل كده دايما، يعني ده بيوفر لي لما بجيب حبه كده، دول بيوفروا لي كتير، بيربطوا معايا الاسبوع. وبالنسبه بقى للحاجات دي، اللحوم الحاجات دي ممكن مثلا اصرف 100 مثلا 80 70 على حسب بقى بجيب الكميه. وفي يوم او يوم لا، يعني في حاجات كتير قوي ممكن اعملها ارداحي. انا ساعات يعني بعمل المحشي ده بعمله ارداحي من غير اي حاجه. يعني ممكن اجيب ماسوره ب 10 جنيه، وممكن اعمله بالمرقه عادي يعني من غير لحمه ولا فراخ. وممكن مثلا اجيب الطماطم وجنبها شويه رز. تمام كده. في حاجات يعني ينفع نعملها ارداحي عادي. وملوخيه برضو ممكن اعمل مسقعه اهو. ففي افكار لكذا اكله وفي وقت واحد. في افكار لكذا اكله وهتربطي الاسبوع. انا بعمل كده دايما. يا رب فكرتي تعجبكم. والستات اللي بتعمل كده الشاطره يعني تكتب لي في التعليقات. وعايزه برضو تقولي لي ايه رايكم يعني لما انا اعمل كده ده فيه توفير او لا. تقولوا لي ايه رايكم كده في الكومنتات تحت، وشيروا الفيديو لاصحابكم. اشوفكم على خير على خير في فيديو جديد. باي.